السلام عليكم الاخوات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا مزيانين حالكم والاحوال الوليدات والوالدين اللي عزيز عليكم يا رب العالمين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بالاخوات اللي داخلين جدادين، ومرحبا بالقدامين راكم مكبرين بينا. الله يكبر بكم. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، على الله يكات على كلمه طيبه. الله يجازيكم بالف خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد غنشارك معكم التقديه اللي توفرت هاد الشهر، وغنشارك معكم خواتاتي المخللات. راه وجدوا ما شاء الله غزالين. غنشارك معكم ان شاء الله المخللات اللي كنا مع بعضياتنا حضرتهم معكم، راه وجدوا. وعادي نشارك معكم القريعه ديال الاقامه اللي شريت ب3 دراهم، فنين غزالين. ان شاء الله خليكم معايا الفيديو وانتم معايا، تشجعوني باللايكات ديالكم. الله يجازيكم بالف خير ان شاء الله، باش الفيديو ديالنا يتقترح للناس وحدين اخرين اللي عمرهم ما شافوا القناه ديالنا. غادي نشارك معكم الصابون ديال الماكينه ديال التصبين، اللي بزاف الاخوات اللي قالوا لي زعما ديك الصابون راه ما كيصلح لهمش اولا جربوه وما ما خرج لهم زعما الحويجات، ونفس الوقت ما صلحش نهائيا حتى الماكينه ديال التصبين. المهم خواتاتي، انا كنشريه الصراحه، انا لاقيه فيه 12 كيلو و125 درهم. 125 درهم 12 كيلو. صراحه جربت بزاف د الماركات هكذا بهذا النوع هذا اللي كيبقى في هذه الاثمنه هادو، صراحه ما عجبونيش الصراحه، ولكن هذا خرج لي غزال كينظف احسن من الماركات اللي سبق لي خديت اخرين. ولكن بالنسبه المسحوق الماكينه، انا عندي ماكينه قديمه خواتاتي. انا قلت لكم عندي الماكينه راها قديمه، راها نقول لكم طالعه في 16 عام ولا. عندي ماكينه قديمه. بالنسبه للتيد راه كيخلي الكانكر في الماكينه. الا بغيتو تبدلوه بالسائل، الا كانت الماكينه ديالكم باقا جديده اولا باغيين تحافظوا عليها من الكانكر، راه يمكن لكم تعملوا الصابون السائل احسن من هذا ديال المسحوق. صافي الزيت خواتاتي 5 لتر. انا راه ما كدوز ليش الشهر، اغلبيه كنجيب كريستال ثقيله واحد شويه على النوعيات اخرين، ولكن اولا حيت انا ولفتها وصافي. المهم كتعمل 85 درهم، بعض المرات 83. المهم هكذا كتبقى في هذه الاثمنه. صافي الحليب ديال يطرو كنجيب 6، راه ماشي ديال شهر، ضروري كيتسالى وكنجيبو. كاين الحاجات اللي كيدوزو في الشهر، كاين الحاجات اللي لا. بحال الحليب راه كنجيبو كثار، واقيلا بشي 3 د الباكيات في الشهر. عمرني ما حسبت، ولكن في هذا القياس كثر من 3 د الباكيات في الشهر. المهم خواتاتي، الصابون اللي خيا ولا بد للتنظيف. الصابون اللي كنستعمل انا اللقشوع، اولا بغيت نمسح شي حاجه اولا كنستعمل هذاك ديال السطيلات، كل وحده فيها 2 كيلو. كيبقى 29 درهم، 25 درهم بعض المرات الا كان بروموسيون في مارجان، اولا 30 درهم الثمن ديالو اللي كيبقى، ولكن اقتصادي وغزال وكيرغوي زويون. صافي كيبقى ديك الصابون ديال اليدين هذاك كنشريه. الجبن بالنسبه هذيك السطيله 50 درهم راه كتعرفوها. في مارجان زايدين فيهم اخواتاتي 60 درهم، 55 كيعملوا له. ايوا صافي مليحه شويه السكر خواتاتي. انا السكر كنجيب 2 باكيت في الشهر كيفوتوا لي الشهر، ما كنستهلكش انا اتاي بزاف ولا السكر بزاف. صافي اتاي، هاد اتاي جابو راجلي من الخزين، فيه 2 كيلو ديال الحبوب ديال اتاي شعره الصراحه، وبان لي نقيقي وزويون باش حاشره والله ما عرفت الثمن ديالو. كيكونوا بزاف ديال الانواع ديال اتاي بحال هكذا. انا اول مره غنجرب هاد الماركه هادي. انا كنت كنستعمل السبع دائما، اغلبيه كنستعمل السبع، كيجيني الشعره ديالو وبنين اتاي ديالو، ونفس الوقت ماشي عامر بديك التراب والغبره، وهادي نقيقي زويون السبع. ولكن هذا ملي حليت الباكيه ديالو حتى هو زويون، لقيتو ما فيش الحص، ما فيش ديك، ماشي مخلط زعما، صافي زويون، ولكن باقي ما لقمتش بيه خواتاتي. المهم كما كان غيكون زوين وباين فيه من الحبات ديالو باينه زويون. ايوا صافي خواتاتي، انا باقي لي اتاي ما غاديش نهز منه، حليته شفتو كيفاش عامل حتى يتسالى لي اللي باقي، بديك الساعه عاد نرجع له. جبت اخواتاتي هاد الكبسولات ديال الماكينه ديال القشع، اللي اخوات بزاف في الكومونتير في الشهر اللي فات قالوا لي زعما راه ما كيخرجوش قشيعات مزيان. الصراحه والله العظيم الا خرجوا لي قشيعات واعرين كيف ما كنغسل بالماركه ديال فينيش. ولكن كنزول له ديك البلاستيكه شفتها قاصحه، ما كنحشيش بالبلاستيكه، كنحيد البلاستيكه عاد كنحشي الصابون. ما عرفتش اخواتاتي واش جاب لي الله البلاستيكه قاصحه وما كذوبش. يمكن انا جاب لي الله ما جربتش، ولكن الاخوات اللي مجربين يقولوا لي واش كيخشيو الكبسوله بالبلاستيكه ديالها في الماكينه او لا.
ماشي فحال فينيش كنحشيها بلاستيكه ديالها بكلشي. البلاستيكه ديالها رقيقه بزاف، وهذه والله ما عرفت، ولكن كينظفوا لي قشيعات مزيان. حتى ليدام ما كنلقاش ليدام، اولا حيت انا كنعمل جوج ساعات وربع الماكينه كتغسل بالماء سخون طايب وكترقد وكلشي كتخرجوا ملي صافيين، ما عرفتوش من الماكينه ولا من الصابون، حيت بزاف الاخوات اللي جربوا هذا قالوا لي زعما ماشي زويون. المهم حبيباتي راني نظف لي وجاني اقتصادي في الثمن، وليت جبت واحد الباكيه واحده اخرى لان 50 حبه ب50 درهم، يعني حسب درهم الوحده. ايوا صافي خواتاتي، السق ديال اللي كتب البيض ولا بد راه كيتسالى البيض وكنعاودو نجيبو البيض في نص الشهر، ماشي الشهر كامل. انا قلت لكم بحال اللي كيكمل الشهر مثلا بحال الصابون المسحوق، الصابون ديال الماكينه، الليخيه، الصابون ديال القشع، داك الصابون ديال اليدين، بحال هادشي اللي كيكمل الشهر. مثلا بحال اتاي يدوز الشهر ويفوت، راه ديك 2 كيلو تقدر دوز ليه حتى ل 4 شهور ولا 5 شهور، فيها التاريخ طويل. المهم نقدر نفرقو في بلاستيكات باش ما يبردش ونبقى نستعمل غير شويه بشويه. صافي خواتاتي، بالنسبه للبيض راه ما كيكملش شهر كرتونه، راه الا اغلبيه كنسلقو كنعطي لولدي هيدا كيدي منه المدرسه، كيدي داك جويجات مسلوقين. الفطور انا كنفطر بالبيض وزيت الزيتون والزيتون، واخا كيكون الفرماج قليل بزاف فكنجيبو على حسب وليداتي. البيض كيتستهلك، الا بغيت شي طورطيه، بغيت البيض ومطيشه هكا في العشيه، كنبغيو ديك المقيله خفيفه اولا الطويجين. الوجبات اللي كيكونوا فيهم البيض يعني كرتونه البيض ما غدوزلكش حتى ما كدوزليش حتى 10 ايام. هذا ما كان خواتاتي، الله يخلي الصحه والسلامه، والله يرزق جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صافي الحليب خواتاتي، بزاف الاخوات قالوا لي الحليب هوده علاش كديريه في الثلاجه. خواتاتي الحليب كنديرو في الثلاجه لان كتبقى لي واحد البليصه خاويه وكنستف فيها ديك الكريطنات ديال الحليب، لا اساس ماشي غادي يخسر، لان دابا البروده وما كيخسرش، ولكن على اساس ما عنديش فين نحطو في الكوزينه. فتحت البوطاجي عامر خواتاتي، نتوما عارفين البانيويات عاملين تريكه د البانيويات، تريكه د الطواصي، تريكه ديال الطواجن، طاجينه ولا عندي شي 2 طواجن ولا 3. القراعي وحدين اخرين عندي في واحد الشبكه عاوتاني، فيهم السحتر، فيهم فليو، فيهم ازير، فيهم ديك الورقه سيدنا موسى، فيهم فهمتوني. عندي تحت بوطاجي عامر، ما عنديش فين نحط لا الحليب ولا فين نزيد البودينات الزيت اللي كنحطها تحت البوطاجي حيت كنستعملها دابا وساعه. صافي خواتاتي، هذا علاش كنحط انا الحليب في الثلاجه. بالنسبه للمسحوق خواتاتي، هذا 12 كيلو راه فيه كميه تبارك الله كثيره. كنعمر في داك السطيل اللي غادي نستعمل بشكل يومي، والا اخرى كنسد البلاستيكه بهذه الطريقه باش حتى ما كيبردش ويمشي يتحبب لنا الصابون، وملي كتجي الماكينه تغسل هو بالبروده كيتحبب وحتى ديك الريحه ديالو ما كتبقاش. وهذه من الاحسن نسدوا البلاستيكه مزيان بهذه الطريقه ونعملوها تحت البوطاجي ديالنا حتى كتخوالي داك الطاسه ديال الصابون، وكنولي نعمرها عاوتاني. المهم خواتاتي الصراحه راه عجبني انا 12 كيلو بصراحه، والله العظيم بعض المرات كنجفف حتى بها خواتاتي، حيت هذاك المعجون ما كيبغيش يتحل في الماء، كنبقى خصني نرغويه ونعاود عاد باش يتحل، كنسيق بالصابون ديال الماكينه. المهم خواتاتي راه فيه ريحه زويون، وكنزيد معاه ثاني كروه طبيعه الحال باش كيخلي ديك الريحه زويونه. المهم راه كنستعملوا الاستعمالات بزاف، عيل القشوع اللي كنغسلوهم بالمعجون، والماكينه اللي كتغسل القشوع كتغسلهم بالصابون ديال الماكينه طبيعه الحال. خواتاتي غنوريكم هاد القريعات هادو، راه لقيتهم بحال هادوك ديال المطيشه اللي عندي. ايوا دابا غادي نجاوب اصحاب التعاليق على هاد القراعي ديال المطيشه اللي كانوا كيقولوا لي اختي حيدي عليك ديك القراعي المطيشه وشري القراعي اللي قامه. ها هما خواتاتي عند موالين 5 دراهم، انا لقيتهم معي ب3 دراهم عند موالين 5 دراهم، فحالهم قراعي مطيشه تماما، وعاملين لهم القراعي ديال البلاستيك. هانتوما والله القسم بحال اللي عندي انا اللي قراعي المطيشه اللي كنخوي وكنعمرهم بالاقامه، هما نفسهم كيتباعوا عند موالين 5 دراهم، فهما ديال العطريه. ها نتوما الحبابات، ها وعاد عاملين لهم الغطيطيات ديال البلاستيك زويونين. والله العظيم شريتهم لقيتهم الصدفه، مشيت زعما ولقيتهم ولكن بكثره، يعني مول الحانوت حطهم بكثره بالجمله كيتباعوا، ما عنديش شي وحده تقول لي ما كاينينش. لقيتهم حدا واحد المحل حدا اهلا في طلعه اهلا قريب البرشيفه، وهاد طلعه اهلا وصافي 3 دراهم، اما في مسنانه كيبيعوهم 5 دراهم.
السوق دمسنانه، هذوك مالين المحلات اللي كيبيعوا 5 دراهم كيبيعوهم 5 دراهم، انا شريتهم غير 3 دراهم. ايوا صافي خواتاتي، من قبل ما نخرج نشري القريعات لقيتهم، كنت خرجت على الطويصات باش نشريهم، وانا نلقى القريعات وجبتهم وخويت وحشيتهم في الماكينه يتغسلوا. ديك القريعات ديال الغطاطي ديال البلاستيك ديالهم الصراحه ما كيذوبوا ما كيتعوجوا ما والو بالحراره ديال الماكينه. صراحه فنين، خشيتهم بالغطاطي ديالهم كلشي تغسلوا رجعوا واعرين من الغبره وصافي. وليت كنعمر فيهم داك العطريه اللي عندي في القراعين الاولين، كما كنقولوا كيتيدموا من برا، عادي نخوي فيهم ديك الاقامه باش نعاود نغسل القراعين اللي كنت كنستعمل. ايوا المهم خواتاتي، ها نتوما فنين، انا كيعجبوني حيت كيهزوا لي كميه كثيره خواتاتي. انا ما غلبتنيش نمشي نشري قراعيد الاقامه صغيورين والديكور ديالهم ومريفع ديالهم وهادي، وغادي ندير فيهم انا عير معلقه الاقامه كل ساعه خصني نبقى نعمر في القراعي، فهاديك كتزيدني غير تماره بالنسبه لي. انا والله خواتاتي ما بقيت كنقلب على الزواق والبروتوكول، الا كنقلب على الحاجه اللي تريحني وتريح لي بالي وما تعصبني. ما بقيتش قادره نشري شي حاجه اللي تعصبني، ما عندي ما ندير بها صراحه. ماشي مساله د الفلوس، انا صراحه كنبردي الفلوس بزاف. انا ما نقدرش نقول لكم حاجه، الفلوس راه كيمشيو لي في والو، ما تغلبنيش انا القرعه ديال الاقامه ولا هادي نمشي نشريها، ولكن لا، كنقلب على راحتي خواتاتي اكثر ما كنقلب على شي حاجه اللي غادي نحطها ديكور وعتبان زويونه. انا الاستهلاك عندي كثير، نتوما عارفين خواتاتي، الدار ديال الوليدات ديال الماكله عندي الاستهلاك كثير. ما تصلحليش انا 5 دراهم ديال الاقامه نعملها في القرعه، راه كنشري بنص كيلو ب4 كيلو كل حاجه باش خصني القرعه اللي تهز لي داك الكميه. وعادي لك قراعي صغيورين خاصك تخوي في القريعه وكتبقى لك عاوتاني شايطه في البلاستيكه عاوتاني. من نسبه الاخوات يلاه اللي بادين عن يلاه جوج مثلا كتشري الاقامه كميه قليله يلاه كافياها، فهادو كيصلحوا لها ديك القريعات هكاك صغيورين وزويونين وفي الديكور وهادي. اما انا لا اختي، انا خصني القراعه، انا خصني قرعه عامره صافي باش ما كنبقاش نقلب على الاقامه كل ساعه. المهم خواتاتي، انا غنعمرهم وغادي نوريكم كيفاش جاو واعرين. كملت بيهم ديك القراعي نفس اللي عندي. صراحه انا كنت كتحرف لي غير في ديك القراعيد بلاستيك، كنقول انا دابا هي القراعيد البلاستيك كنت كنخوي ديك القراعيد مطيشه، ولكن ما كنلقى لهمش الغطاطي، لان الغطاطي ديالهم ديال القصدير، وهادو ديال البلاستيك الصراحه ملي لقيت القراعي كيتباعوا بالغطاطي ديال البلاستيك والله الا فرحت. غنولي نزيد منهم كميه ونخليهم، لان كنزيد نحتاجهم مثلا في حفليو كما قلت لكم، بحال السحتر ولقات سيدنا موسى، بزاف الاعشاب مناسبه اللي كنحتاجوهم نعملوهم في القراعي حتى هما، ماشي غير العطريه ديال الطياب. المهم الحبابات ديالي، هذا ما كانوا بزاف الاخوات اللي عجبهم الصراحه وشكروهم، وبزاف الاخوات اللي عملوا بحالهم اللي عندها مثلا الاستهلاك كثير وكتشري العطريه اللي تكفيها واحد الشهر ولا شهر ونص ولا هادي، فهي صلحوا لها. خواتاتي على حسب الاستهلاك عاوتاني. دابا حنا في الدار 5 ماشي بحال 2، فهمتوني الحبابات، مع اللي وليداتها كبارين تبارك الله، ماشي هما الوليدات الصغيورين، فهمتوا كيكون الكميه اقل، كيكونوا الوليدات الصغيورين كياكلوا كميه قليله، ماشي بحال الوليدات اللي كيكونوا كبارين مراهقين كياكلوا تبارك الله. ما شاء الله، الله يحفظ لكم وليداتكم ويحفظ لكم والديكم اللي عزيز عليكم يا رب العالمين. شوفوا خواتاتي كيفاش جوات القريعات، وخصوصا القريعات ديال البلاستيك اللي شريت انا غير 5 عاملين الغطيطيات ديالهم بحال الوريده مزيونين، ولقيت الالوان غير هذاك 2 الالوان هما اللي لقيت، والقراعي ديالي الاخرين اللي فيهم الالوان اخرين. المهم حبيبات، هاد الشبيكه اللي كنجمع فيها دائما داك القريعات. نتوما عارفين باقي ما عنديش بلاكارات خواتاتي. المهم كاينه اولويه بزاف الحاجات ان شاء الله ان شاء الله يا ربي غير الصحه والسلامه. صافي خواتاتي، هاد الشبيكه كنجمع فيها ديك القريعات ديال الاقامه وكنحطها حدايا فوق البوطاجي بها باش كنستعملها حدايا يوميا، كتكون قريبه حدايا. وشريت هاد الطويصات ديال البلاستيك، هادو 3 دراهم، فيهم الاشكال، فيهم اللي غطيتيات ديالهم بالالوان. انا لقيت غير اللون الكري حتى هو زويون معليش. المهم غطيتي طيسان 3 دراهم، الصراحه تقريبا بحال هذوك اللي عندي قياس واحد، ولكن حتى هادو غزالين وزويونين. انا كيعجبوني الطيسات اللي كيكونوا بلاستيك ديالهم بيض وكيبين كيكون باين صافي، ما كيعجبنيش ديك البلاستيك اللي كيكون مضبب،
فهمتوا الحبابات؟ هادو 3 دراهم جبت هما 5. باقي لي انا الاخرين القدامي اللي عندي باقي منهم خرجوا لي صحاحين ومزيونين الصراحه، ومازالين في السوق داك الشكل هذاك موجودين حتى هما ب3 دراهم. صافي كملت انا غير 5. وهكذا كنحتاجهم انا المجمد، كنعمل فيهم مطيشه د لاصوص ديال بيتزا، كنعمل فيهم الثومه، كنعمل انا الصراحه كيعجبوني الطيسان في المجمد احسن من البلاستيكات، لان البلاستيكات دغيا الصراحه المجمد كيترون، ولكن الطويصات كتبقى وحيده فوق وحيده، كيبقى المجمد متسول ومجموع. المهم الحبابات ديالي قديو وعديو، وعاد الطيسان كما قلنا كيبقاو اقتصاديا على البلاستيكات اللي خصك تشري كل مره، لان البلاستيكات راه كنستعملوا نعاودوا فيهم غير 2 مرات وكيتثقبوا، يعني ضروري خصك اما البلاستيكات تعاوديها اولا تشريها من جديد. بحال الطاسات لا، الطاسات ملي كتخوي كتغسليها وتعقميها عاوتاني بشويه الخل تمسحيها وتعاودي فيها الاستعمال واحد المده طويله. وهذا الشيء كنشاركو مع الاخوات اللي هما كما كنقولوا بحالي بحالهم عايشين حدنا قدنا، كما كنقولوا عندنا كما كنقولوا عندنا اولويات المصاريف وحده اخرى. كنبغيو اخواتاتي تنقصي من حاجه وتزيدي حاجه وتقادي شويه من هنا وشويه من هنا، يلا الانسان كيتكافى. هذا ما كان. اما اللي تبارك الله اللي عندها موفره وعندها تبارك الله ما شاء الله اختي ما تحرف لكش في بلاستيكات ولا في الطيسانه ولا هادي، راه غتحيديهم وتجيبوا حتى اخرين وصافي. كنوريكم ديك المعلقات ديال البلاستيك راه جاو في الطويصات ولكن ماشي صحاح، رقاق وكيمشيو ويجيو صافي رميتهم، ما عندي ما ندير بهم. انا اصلا معلقه كنهزها معلقه وكنخوي بها العطريه، ما كنحتاجش انا نحشي المعلقه في وسط العطريه، ما تتعجبنيش اصلا. كنلقى ديك المعلقه عمرت بلقامه وهذه ما تتعجبني، كيعجبني نهز معلقه ونهز العطريه. نتوما عرفتوني علاش كنهضر خواتاتي، هذا ما كان. صافي من بعد ما خصت داك الطويصات كنمسحهم وغنستفهم باش هكذا ملي كنحتاجهم كنلقاهم مسوحين مغسولين متيولين غزالين. وعاد خواتاتي كيتسدوا مزيان. انا البواطه دائما ملي كنبغي نمشي نشري بواطات كنشوفهم واش كيتسدوا. انا ما كيعجبونيش ديك البواطات اللي عندهم الغطاء كيتحط من الفوق، الا مشات هذه دغيا كتحيد عليها الغطاء. انا عندي سبق لي كنت شريتهم، ولكن كيف دابا كنشوف الغطاء اللي كيتسد مزيان باش ملي كتعملي ديك البلاستيك السلوفان وكتسدي عليها صافي ما كتدخلكش داك الريحه ديال المجمد اولا الهواء الثلاجه، لان حتى هادو كنحتاجوهم في الثلاجه مثلا الزيتون الجبينه الزبيده، فهمتوني. كنسدوها وكنحطوها وفي نفس الوقت كنحطهم انا حتى على الطابله، يعني ما كنبقاش نغرف الحاجه، كنعمل غير الكميه ديال الاستهلاك وكصافي كنحطها. مثلا بحال الزيتون وهذا كنغرفو في الطبيصلات. اما بالنسبه للزبده اولا كوفيتير اولا شي حاجه كوفيتير قليفي كنشري الزبيده اللي كتكون عندنا اغلبيه. ايوا المهم خواتات بالنسبه للجبن مثلا بحال باشكيري كنجمعوا في الطويصات باش ملي كيهزوا وليدات كيهزوا البواطه ويهزوا اللي يحتاجوا كيحطوا في الطابله يفطروا وكيسدوا البواطه يردوها للثلاجه. بحال الجبن عاوتاني التسطيله كنقسم الكميه باش ما كيخسرليش، كنعمل لهم نص في البواطه ونص كنخليه في السطيل ديالو حتى كتسالى البواطه، عاوتاني كنغرف فيها اللي باقي. المهم انا هكذا هذا ما كان خواتاتي. ملي كيكبروا الوليدات كما كنقولوا اليدين تيتخلطوا في الكوزينه وفي الثلاجه. الوليدات بعض المرات كيبغيو يسوطيو شي حاجه لراسهم، كيبغيو يطيبوا شي حاجه لراسهم مثلا، فهمتوا؟ اولا الا كنت انا خارجه وخليتهم غير يديباني كيعملوا داكشي اللي بغاو، كتلقاي الروينه وكتلقاي الحاجه ما بقاتش على يدك. وهذا ما كان خواتاتي ولا بد من الصبر. ايوا صافي كاين كنوريكم داك البواطات اللي قدامي عندي ديال 3 دراهم حتى هما عمليا فنين، ولكن موجودين في السوق. لا هادوك الكري ولا هادو راه موجودين بزاف. الاخوات كيقولوا اختي مي كتشريهم راه موجودين الحبابات. هتهودوا من السوق المسنانه غتلقاوهم فرشين في الارض اولا في الحوانت ديال مولين 5 دراهم كتلقاوهم ب3 دراهم، هما راه موجودين. لا هادو ولا. وحتى القراعيد اللي قامه لقيتهم، انا قلت لكم لقيتهم في مسنانه بالغطيطيات، ولكن غطيطيات ديال البلاستيك عاديين ماشي بحال هادو الوريده اللي جبت دابا. لقيتهم الغطاء ديال البلاستيك عادي ب5 دراهم عاملهم، ولكن هذا في اهلا حانوت قريب الاهلال فوق اهلا شويه ب3 دراهم.
فني الانسان كيقلب وكيلقى خواتاتي. الانسان ملي كنخرجوا نتوما عارفين دابا حنا النساء راه حكامين بحال كنبغيو نشوفوا ندوروا ندخلوا للمحل ونخرجوا من واحد ونشوفوا هنا ونشوفوا هنا. كتلقاي الحاجات. ايوا صافي خواتاتي، هذوك جوج باكيات السكر كنحشيهم في داك الطاسه الكبيره، راه كتهز لي الصراحه لان خويتهم وحشيتهم في الماكينه يتغسلوا لان ما كيذوبوا ما تيتعوجوا ما حتى حاجه. هذوك البواطات ديال السكر والاتاي القهوه ما دائما كنغسلهم انا في الماكينه، كيكونوا ميدمين وصافي كنحشيهم في الماكينه. اللي بقات فيهم شي حاجه كنخويها في شي بلاستيكه وكنحشيو في الماكينه كيتغسلوا كيخرجوا كيشعلوا. صافي هانتوما مسحتهم. الا كانت فيهم شي انقطاع الماء، انا كنت قبل كانوا نشفوا وجمعتهم بعضياتهم تجي التقديه عاد نستف. ايوا صافي حبيبات ديالي، والماكينه عاوتاني الحادقه كتعاونني الحمد لله خواتاتي. والله الا رخفت عليا شحال من حاجه وحاجه. كنغسل المعينات بيدي بحال مثلا الطاجين، بحال بعض البواطات الا شكيت فيهم غادي يذوبوا او لا يتعوجوا ولا شي حاجه بالسخونيه ديال الماكينه كندوزهم بيدي. المهم نافعاني في الكيسان، نافعاني في الطباس، نافعاني في المعالق، نافعاني بزاف د الحاجات. راه بعض المرات خواتاتي راه كنقول لكم كنشعلها بعض المرات في الصباح وبعض المرات في العشيه. بعض المرات كتكون عندي مثلا كنتصوير وكنقشع بزاف وديك الشيء بزاف، حيت كنكون كنصور كنكون غير كنصور وكنرون وكنحط. ملي كنسالي التصوير عاد كنعمر الماكينه. اما ملي كنكون ما عنديش التصوير عي كنوجد الوجبات ديالي يوميا بلا تصوير ما كيكونش عندي الروينه بزاف. هنا المويسات خواتاتي دائما بزاف هكذا في مقربين في العائله كندخلوا للكوزينه كنلقاو المواس محطوطين هكا مقلوبين، يعني الراس الموس للفوق. هذيك الطريقه راه غالطه خواتاتي. دائما المويسات ديالنا كنقلبوهم الموس لتحت باش هكذا وليداتنا ملي كيجيو يهزوا الموس ما يجرحهمش الموس اللي كيكون واقف. نردوا البال لهاد الطريقه. دائما المويسات ديالنا كنقلبوهم لتحت باش ملي كنهزوا المواس ما يجرحوناش، وخصوصا الوليدات الصغارين حتى الكبارين. والمواس هما اللي كبارين عاوتاني كنقلبوهم نفس الطريقه. المهم الحبيبات ديالي صافي غنستف القشيعات وغنحيد هاد. شوفوا شحال من كاس ونكاس وشحال من طبسيل وطبسيل، لان نتوما عارفين حتى الوليدات خواتاتي كيبقاو يجخطنوا ولا يهزوا ويغرفوا حتى هذا ما كيسكيسوا شيء. وحتى انا صراحه والله ما بقيت كنضرب الحساب القشع واش عيتجمعوا واش عيتوسخوا ولا عيجلسوا. حق الله العظيم الا رخفت عليا بزاف الماكينه القشوع عاوناتني. الكاسرونات كل شيء كنحشيه تمايا. المقالي ما نقول لكمش ما كنفكرش قسما بالله. غير الحاجات البلاستيك اللي بعض منهم الا كنت عاد شريتهم ما عارفاهمش واش يقدروا يذوبوا او لا ملي ما كنحشيهمش. اما كل شيء كنحشيه، القراعيد العصير الكيسان والله العظيم كل شيء. صافي ديك الطيصات البلاستيك عند شريتهم جدادين حتى نجرب شي وحيده نحشيها الا شفتها دابت ولا تعوجت. ديك الساعه راني ما غاديش نبقى نحشيهم في الماكينه، نغسلهم غير بيدي وصافي. ايوا صافي حتى لهنا حباباتي نظمت كلشي جمعت كلشي. كنتمنى اللي وصلت معايا لهنا تخلي لي واحد اللايك، الله يسهل عليكم على وليداتكم، وان شاء الله نكملوا الفيديو ديالنا اللي باقي. خواتاتي هاد القريعات ديال الزيت هادو هاد الرشاشه كنت شريتها 15 درهم عند موالين القشوع. 15 درهم فنه صحيحه وكلشي حتى الرشاشه ديالها. وهاد القريعات ديال الزيت جابوهم راجلي من السوق، ملي تقدم السوق جابوهم معاه لان القراعي الاخرين تهرسوا لي. داك المعفر القراعي المعفر والله الا شي 70 درهم الوحده كنت شريتهم اولا 65 درهم الوحده. دغيا تهرسوا خواتاتي الجاج ديالهم الرقيق دغيا تهرسوا. هادو صحاحين هاد القريعات هادو كانوا عندي شحال هادي وتهرسوا لي طبيعه الحال. ومن بعد دابا جابوا وحيدات اخرين وحده زيت الزيتون زيت المائده فنين اخواتاتي وصحاحين مزيونين بزاف. داك القراعي ما عرفتش بشحال شراهم ولكن موجودين في السوق موجودين. كاين اللي صغيورين على هادو وكاين هادو شويه كبارين. غنوريكم مخللات خواتاتي غنشارك معكم اللي شاركت معكم في الفيديو اللي قبل هذه واحد شهر او لا اكثر، اللي قلت لكم ملي غادي يوجدوا ان شاء الله راني غنشاركهم معكم. بحال بالنسبه للحامض كياخذ واحد مده طويله شويه كيف ما كنت استعملت يلاه كيف عملتو معكم. كان شويه فيه اللون خضر لان كان عندي الحامض خضر ودابا ولا صفر خواتاتي. ها نتوما راه تقريبا فيه نص طياب باقي شويه قاصح ولكن نص طياب. ياخذ واحد شهر ولا شهر ونص اخرى يكون رطب وتعسل وطاب.
راه طلق واحد السيرو اللي خاتر وزويون. ها نتوما كتشوفوا ما عمل لا ضبابه لا غموليه لا حتى حاجه، واخا في القرعي ديال البلاستيك. الا كانوا عندكم قريعات ديال الدجاج خواتاتي استعملوهم. انا قلت لكم القرعي ديال الدجاج اغلبيه ما كنبغيش نحتاجو عندي غير تحت البوطاج. اغلبيه ولا ديك ولدي ولا بنتي كتمشي تجبد شي حاجه كيقلبوا لي القرعه كيهرسوها. اللهم عملتهم قراعي بلاستيك، تنعملوا ان شاء الله بلاكارات، وراه القريعه البلاستيك كتعليها الفوق ديال الدجاج ما كيوصلوا لهاش، ولا واحد الجهه كيكون عندك فيها غير القريعه المخللات. الوليدات ما عندهم ما يديروا بهم ما تيوصلوهمش. اما بحال البوطاجي لتحت كيترول لي كلشي خواتاتي. هذا ما كان صافي. هنا الجعده اللي كنت خللت معاكم راه وجدات تبارك الله. غنهز واحد شويه شويه باش نخلط مع الزيتون غير باش نوريكم الطريقه. وعندي الشيفلور. هذا الشيفلور مخلل، انا كيعجبني الصراحه الشيفلور مخلل. انا وولدي وخزو حتى هو كنعملو هكا مع الزيتون زويون، كناكلوه مع الزيتون كيجي غزال. هو كان طالب واحد الاخت ديال خزو. اما الشيفلور كيجي واعر، لا هو ولا داك الخيار الصغيور كيجي محمض، كيجي حتى هو فنيون في الزيتون. المهم خواتاتي على حسب الذوق، اللي بغات شي حاجه بصحتها وراحتها احنا كنشاركوا معكم اي الطريقه. وصافي خواتاتي هانتوما ما عامل لا ضبابه لا غموليه لا حتى حاجه. بحال الشيفلور او خيزو راه واجدين، ولكن ولا بد نخليوهم في الماء ديالهم. بقاو نهزو غير الكميه اللي غنستعملوا. هانتوما خيزو راه رطب وجا زوين راه حتى يطيب هو، ولكن نفس الوقت راه كيبقى فيه ديك القرمشه د خيزو، لا هو ولا الشيفلور، ولكن مخلل فنيون. صافي. هنا عندي شويه زيتون مخلط، عندي فيه الابيض الكحال داك القهوي شويه مهرس. هزيت واحد شويه غير المخلل اللي غادي نهزو نخلطو به الزيتون، ما نغسلوش غير كنهزو كنصفيهم ديك الماء المخلل وصافي، وكنخويو على الزيتون. صافي خويت شويه الشيفلور شويه الجعده وزدت واحد شويه الزيتون. عندي بيض مشرمل بالربيع والثومه. هذاك الزيتون راه عندي مشري طبيعه الحال. وعندي لاصوص حاره، ديك الشرموله اللي كتكون عند موز الزيتون، الهريسه اللي كتكون عند مولين الزيتون حاره وكتكون نفس الوقت بنينه. ملي كاين شي راجل يشري الزيتون كيجيب واحد شويه في بلاستيكه كتسقوا له الموز الزيتون العبر اللي بغيتو. تما عملت تقريبا 2 معالق ديال الهريسه، عملت واحد شويه زيت الزيتون، وغادي نخلط الزيتون بالمخللات باش هذا كدا كنبقاو نحطو في داك الطبيصلات مع القطنيات مع الطاجين. انا حتى مع الطاجين كنحط مع الزيتون هكا حار ومخلط كيجي واعر الصراحه. ها نتوما ولا عندكم عاوتاني الحار مرقد حتى هو كتعملوه وحيده ولا جوج هكذا مع الزيتون. غير هو ديك خصكم داك الحار اللي كيكون صغير ما يكونش داك الحار الكبير. ايوا صافي خواتاتي هانتوما غنخلطو مزيان مع ديك الهريسه راه حاره وبنينه، كتكون حاره ومحمضه نفس الوقت. كتجيبوا شويه. ايوا صافي خواتاتي. وكاين الاخوات اللي كيصايبوها في الدار. ايوا خواتاتي شحال قدك من حاجه وحاجه تصايبي في الدار. والله العظيم حاجه كنشريوها وحاجه كنصايبوها على حسب الوقيت وعلى حسب الكانه خواتاتي عاوتاني وعلى حسب الاستهلاك. المهم هانتوما غادي نغرف لكم في الطبيصل باش تشوفوا داك الخيزو داك الشيفلور اللي تخلط مع السودانيه كتزاد عليه واحد الحروريه وكيزيد يزيان كما كنقول. صافي انا غنقلب لكم الكاميرا باش نقرب لكم تشوفوا الزيتون مخلط بالمخللات كيجي واعر. انا قبل كنت كنشريهم الصراحه هانتوما، ولكن مخللات عند مول الزيتون راه غاليين ماشي رخاصين. المهم هانتوما الحبابات هانتوما كيفاش جا داك الشيفلون مقطع طريفات كاع طريف الا بان لي غليظ شويه كنقسمو بالموس ونرميه في الزيتون ونخلطو باش كيجي طريفات غير صغيورين في وسط الزيتون. صافي خواتاتي ديك خيزو كيجي اكثر من رائع، كيجيو مخللات واعرين. وعاد من هنا انا قلت لكم من هنا رمضان ان شاء الله باذن الله غيكونوا موجودين. باقي دابا رمضان واحد شويه غيكونوا زادوا طابوا زادوا وجدوا، وما حتى دابا راه غزال. صافي نخلط شويه هكذا اللي غنستهلكوا هاد الايامات ان شاء الله. عاوتاني ملي تسالى نخلط عاوتاني كميه بكميه باش كنحافظوا عليه يبقى زويون في وسط الماء ديالو.
صافي الحبابات، ها نتوما دابا هاد شويه راه غيدوز لي واحد 4 ايام ولا 5 ايام هكذا، كل مره كنغرف منه شويه في الوقت ديال الغداء. اما الزيتون ديال الفطور راه انا كنستعمل الزيتون غير عادي كحل مع زيت الزيتون والبيض صافي، اما هذا كنستعملوه في الغداء. ايوا صافي الحبابات ديالي، كنتمنى الفيديو يعجبكم من الاحسان ديالكم، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الرائعه وعلى المشاهده ديالكم وعلى الدعم ديالكم. شكرا لكم، السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.